السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير. النهارده بعمل كشري مصري. حمرت الشعريه لحد ما لونها بقى ذهبي كده. هنزل عليها بالرز. الشعريه نقعها الشعريه نقعتها 10 دقايق بميه سخنه، ما بسلقهاش. العدس ولا سوري يا جماعه، ما بسلقهاش عشان خاطر يبقى مفلفل، ما يبقاش العدس معجن. العدس مصري ما بياخدش سوا. حطيت العدس على الشعريه، نقلبهم مع بعض كده. عاملين معاهم كأنك بتعملي رز بشعريه. حطي ملح، شويه كمون، سنة بصمة صغيرة. شوح بقى كله كده، شوح اهم حاجة، شوح كويس. ده كأننا بنشوح الرز، كأننا بنشوح رز بالشعرية. شوح جامد كده. حطيت المية، قربي يا رودينا كده. حطيت المية كأني بحط مية رز، بس هي هتبقى قليلة شوية عن مية الرز عشان ما تنسيش ان العدس مستوي نص سوا، والشعرية مش بتاخد مية كتير في السوا عشان ما يتعجنش منها. غطيها. حبايبي خلصنا الرز. نشوف الرز بعد ما خلص. على وعد. بصوا الرز بعد ما خلص. عايزه اوريكم الرز. بصوا الرز سخن قوي، بس مفلفل ازاي. بس الرزايه واحده بوحدتها ازاي. ما نزودش الرز في الكشري. لازم نعمل حساب الميه. العدس انه مستوي نص سوا، لازم نعمل حساب الحركه دي. دلوقتي هنعمل صلصه كشري. نحط زيت، توم، راس توم حلوه كده وهرستها. هقلبها تحمر واحط عليها القوطه واحط شويه خل وفلفل اسمر كمان. هنشوف مع بعض كده. خلاص بقى رمضان بيخلص بقى، ولازم بقى التنظيفات بدأت بقى، واللي بينزل يشتري لبس العيد. فكده بقى النهارده انا خلصت الفطار بدل ما رحت الشغل النهارده. يعني الساعه دلوقتي 2:30، بس انا قلت اخلص واجهزه. في المكرونه بقى اسخن مش مشكله، اريح شويه. يعني قمت الصبح رحت عشان اجيب لبس العيد لعيالي، ما لقيتش حاجه عدله والله. يعني جبت شروالين ليوسف ورجعت. حاجه مش حلوه وغاليه. ربنا يرحمنا يا رب، ربنا يرحمنا. حمر التومه. وانا بحمر التومه هنا اعمل المكرونه. انا طبعا كنت سلقه المكرونه اهي. انا بعمل ايه في المكرونه؟ بفلفلها بشويه. بسم الله. مكرونه اهي حطيتها على النار بعد ما استلقت وزفناها. وبسمنها كويس. بجيب حته تومه كده، حته تومه بحطها في المكرونه، وحته هريسه. الهريسه دي انا ما بستغناش عنها، انا بجيبها وبعملها، ما بستغناش عنها واحطها في الفريزر. حته هريسه وشويه زيت، فلفل بيهم المكرونه بيبقى مفلفل وزي المحلات وجميل واحلى من المحلات. طعم المكرونه بتاعتي شويه كمون وشويه ملح. وهفضل اقلبها بقى تتفلفل بقى مع بعضها
وريحه الثوم والفلفل بتعمل ريحه مع المكرونه تحفه، والمكرونه بتتفلفل معايا. ايدي طبعا هنا مع التومه عشان ما تبقاش جنب وجنب. مشكله التوم الجديد ده ما بيتبقى بينعم قوي، بعمل زي الميه، وفي نفس الوقت بيلزق كده في الحله اللي تحت. انا بفككه كده عشان ما يلزقش. قلب المكرونه، انا عايزاكم تشوفوا المكرونه والله، عايزاكم تشوفوا المكرونه. بس المكرونه بقلبها بقى اللي هي تطلع ريحه التومه والفلفل في قلب المكرونه، وفي نفس الوقت تتقلب. ادي المكرونه وادي ايدي حله الصلصه. طبعا الرز احنا قلنا بنسلق العدس، مش بنسلقه، بحط عليه ميه سخنه على ما بحمر البصله اللي انا هحطها على وش الكشري، بيكون خلاص بصفي الميه اللي انا حطيتها السخنه دي على العدس، واحط عليه الرز واغسله واحمر الشعريه وارمي عليها الرز بالعدس، وبحب العدس اكتر من الرز. احمر التومه كده. بس المكرونه بتفلفل ازاي، محدش يقول لي هتعجن، بالعكس ده انا كده بفلفلها عشان ما تبقاش ماسكه ببعضها. انا بفلفلها اهي، انا بفلفلها عشان ما تبقاش ماسكه ببعضها. هنا دي التومه اهي، خلاص التومه اهي هحط عليها الطماطم. عصره شفشق الا ربع طماطم، شفشق اهو، شايفين لحد فين؟ 3/4 يعني. التومه اهي بقى لونها ذهبي، شايفين لونها كرمل بقى ذهبي في الايده. بهارات الكشري واحده، شويه كمون، شويه كمون، ملح، سمنة فلفل اسمر، يعني فلفل اسمر حاجه قليله قوي. هقلب، ما بحط الشطه عشان يوسف، انا بعمل شطه زيت. هوريكم لما تسبك الصلصه، هوريكم بعمل شطه الزيت ازاي. اغطيها بقى، لا ده مش غطاها. تغطيها واسيبها تسبك مع نفسها. وهنا المكرونه خلاص، المكرونه خلاص خلصت. المكرونه، بس المكرونه وجمالها، يا جماش يا خراش. شايفين المكرونه؟ بصوا المكرونه، بصوا غير، مش يعني انتوا لو واقفين معايا في المطبخ هتشموا ريحه التوم، حته التومه حته زي فصين توم ده مدقوقين. انا بقشر راس توم كبيره وبخليها للدقه وكل. هوريكم الدقه بعملها ازاي دلوقتي. اسخن ميه بس للدقه. خلاص انا المكرونه بتاعتي خلصت، هطفي عليها. اسخن ميه في كاتل للدقه. هنعمل مع بعض الدقه. ده التوم بقى، التوم اللي كان مهروس، احط عليه معلقه هريسه، احط كمون، كمون حلو بقى معلقه، بصي معلقه حلوه كده. اهم حاجه الكمون في الدقه. خل، شويه خل حلوين كده. ليمون، ليمونتين اعصرهم.
انا شايله منهم البيسي. عصر يأذن هو، يعني لسه بدري قوي على الفطار، انا بدرت قوي في الفطار. بس بيني وبينكم عايزه ارتاح، انا صاحيه بدري، رحت سوق عندنا عشان اجيب هدوم للعيال وما عرفتش الصراحه. هقلب. شايفين شويه ملح، مش كتير ملح عشان انا بحط في الهريسه ملح، والثوم بدقه بملح. ملح كتير اهو. حطينا ثوم، شايفين عامل ازاي؟ شايفين دي دقه، دي الدقه بتاعت حطيت ثوم، هريسه من الحمرا دي، طبعا الهريسه دي برضو فيها ثوم بس ما فيهاش ليمون ولا اي حاجه، شويه خل، عصره ليمونتين، وهنزل بقى على كل ده بالميه السخنه. بالميه السخنه وتاكلي احلى دقه من احلى اي محل. ادي هنا وافضيها. اهم حاجه البهاريس، يعني ممكن انقص شويه من دول في حاجه لما يجوا ياكلوا. انقصهم في حاجه كده عشان اهم حاجه البهاريس. لا انا كان عندي بطرمانات كتيره ما بتهيش. وادي الدقه، شايفين الدقه عامله ازاي؟ شايفين؟ هقلب وبنزل من هنا لما بنيجي ناكل. شايفين الدقه وجمالها؟ ما تخلص الصلصه بقى هعمل شطه الزيت زي المحلات واوريكم. تعالوا بقى نعمل شطه الزيت مع بعض. ده هنا طبق حطيت فيه زيت يسخن، شايفين الزيت يسخن. فضي عليه الشطه، حمر الشطه كده. حتى بقى مش قادره اقول لكم، يعني حاولوا تبعدوا مناخيركم عنها. حمر الشطه كده خلاص، ما بتاخدش ثانيه. جاي بقى مش بحط صلصه كتير عشان خاطر انا عايزاها تاخد الزيت. طبعا مش حاجه ولا اي حاجه، هي خلاص كده بقت شطه الزيت. كده شويه كمان من وش الصلصه، ووش الصلصه بقى الزيت من فوق ده، واطفي عليها. خلصت شطه الزيت، منتهى السهوله. اسرع حاجه في حياتك ممكن تعملها الكشري. حطي في علبه. تعالوا نغرف طبقنا. ادي الرز، مش قادره اقول لكم المطبخ بقت ريحته صعبه قوي. فضي شفت الزيت بتاعنا كده. لا مش قادره في المطبخ، صعب قوي لما ما حدش يبقى بيصورك وانت بتصوري نفسك، صعب جدا.
ادي اكلنا كان النهارده الكشري. شايفين طبق الكشري عامل ازاي، شايفين بس مفلفل وعامل ازاي، شطة الزيت، صلصة الكشري، واو، والدقة الجميلة. وده كان اكلنا النهارده. مش عارفه الرينج لايت ماله، حتى هو كمان بيعاندني. وده كان اكلنا النهارده، ويا رب نكون عجبناكم، وكان اكل بسيط جدا. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واللي عنده اي حاجه تعليق ولا اي حاجه يقوله لي، واللي عايز اي وصفات برضه يقول لي عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.